اليو ديانغ يعود لتدريبات الأهلي اليوم بعد عودته من مالي وسط تمسك المدير الفني باستمراره ورفض رحيله رغم العروض الأوروبية. تقارير تشير إلى أن جراديتشار قد يخوض آخر مباراة له مع الأهلي أمام يانغ أفريكانز قبل السفر للمجر حال التعاقد مع مهاجم أجنبي. طبيب الأهلي يحاول تجهيز عمرو الجزار لمواجهة يانغ أفريكانز تحسباً لغياب ياسر إبراهيم بسبب آلام الظهر. الأداء المميز لخالد صبحي مع المنتخب يعيد الحديث داخل الأهلي عن إمكانية التعاقد معه لدعم الخط الخلفي. سيد عبد الحفيظ يراقب المهاجم الكونغولي كيفن مونزيالو في هولندا بعد تألقه وتسجيله 13 هدفاً هذا الموسم. وهذه رياض قد تكلف الأهلي من 35 إلى 40 مليون جنيه بالإضافة لإعارة لاعب لبتروجيت. شبيبة القبائل الجزائري يفك حظر القيد ويستعد لتدعيم صفوفه بقوة قبل مواجهات دور الأبطال. محمد مجدي أفشة يفشل في قيادة الاتحاد السكندري للفوز ويودع الفريق كأس الرابطة. أحمد شوبير يرفض فكرة إبعاد الكبار عن المنتخب ويؤكد ضيق الوقت قبل كأس العالم مطالبا بدعم احتراف الشباب. فارس عوض ينفي الإساءة لمنتخب مصر ومحمد صلاح بعد الخروج الإفريقي. إعلاميون مغاربة يهاجمون منتخب مصر ويرفضون إدانة إهانة النشيد الوطني. هاني أبو ريدة يؤكد استمرار حسام حسن وجهازه حتى كأس العالم المقبل. شوبير يشيد بتألق نجله ويؤكد أنه يستحق الثقة. ضغوط مغربية على الكاف لمعاقبة إبراهيم حسن بسبب تصريحاته. طلعت يوسف يشيد بصفقة مروان عثمان المتوقعة للأهلي ويرى أنه أفضل من جراديشار ومحمد شريف. دفاع من اتحاد الكرة عن محمد صلاح والتأكيد على إخلاصه للمنتخب. صلاح يعلن استعداده للمساعدة في ملف مزدوجي الجنسية. هيثم عرابي ينتقد تصرفات الجهاز الإداري والإعلام المغربي وإدارة الأزمة. محمد رمضان يؤكد أن تصرف حسام حسن فردي ولا يمثل مصر. علاء ميهوب يؤكد أحقية المغرب في التأهل وينتقد أسلوب حسام حسن الإعلامي. حسني عبد ربه يرى أن محمد صلاح كان يمكنه تقديم أداء أفضل. أحمد فتحي يشيد بعدد من لاعبين المنتخب وعلى رأسهم حمدي فتحي وياسر إبراهيم. حازم إمام يطالب بتجهيز أظهرة جديدة للمنتخب قبل كأس العالم. تامر أمين يطالب الشناوي بتقبل الجلوس بديلا بعد تألق شوبير.